صباح الخير والعافية، تحية جميع الأخوان في جروب الدراجات الشحن. بعض الأخوة طلب من عندي معلومات حول إضافة إجازة السوق فئة A للإجازة القديمة، وراد مني الطريقة بعد ما نشرت المنشور كتابة، فقلت أوضحها بفيديو أفضل. أنا عندي سيارة وعندي إجازة مال سوق مال سيارة اللي هي هاي الفئة مال إجازة مالتي بي اللي تخص السيارات الصالون. عندي دراجة شحن اشتريتها أقضي بيها أموري، يعني أطلع مثلا مسواق، يوم طريق مسدود، شي أروح بيها للدوام، أنا هم مرتبط بوظيفة. فالنظام والقانونيات أحبها، يعني ممكن واحد يقول دراجة شحن ما عليها محاسبة أو شيء، اوكي ماكو مشكلة، هي ما بيها قانون يجيز انه يحاسبك ابو المرور فيما يخص تسجيلها مروريا. يعني مثلا هي ما تترقم، يعني هو تعتبر صديقة للبيئة، مو ماطور وبنزين وغيره وحجم محرك، بس يلزمك بغير اشياء، مثلا عدم ارتدائك للخوذة، عدم ارتدائك يعني الاشياء اللي تخص السلامة، ويحاسبك على إجازة مالت السوق. أنا الإجازة مالت السوق ضفتها فئة بي، أي هاي ضفتها وياه. شنو الطريقة مالتها؟ الطريقة مالتها سهلة. أول فقرة لازم عندك حساب على منصة أور. تريد أنت تحجز، تريد أبو مكتبة، أكو بيهم يعني ممكن يقول أنا ما أعرف هاي سالفة دوخ، يروح له على أبو مكتبة يحجز له. تحجز حجزين. الحجز الأول تحجز على أي مستوصف صحي قريب عليك، هم محددين بالموقع. يعني أنا مثلا الأقرب إلي إنه مركز الصحي مال صليخ، حجزت الوقت همين. هذا الفحص الطبي ضروري، شو يفحصون؟ يفحصون فحص مال مخدرات، ويفحصون فحص مال نظر. تدفع رسوم على ما أتذكر لو 40,000 لو 45,000، لازم عندك ماستر كارد، ما أدري عندهم يدوي لا ما انتبهت، بس هو الدفع كان إلكتروني. تحجز موعد، تروح تراجع للعيادة الصحية على الوقت اللي أنت محدده، راح يدقون المستمسكات اللي تحتاجها، السكن الأصلية والبطاقة الموحدة الأصلية حصرا، لازم أصليات تاخذهن وياك. وإذا عندك إجازة مال سوق قديمة أخذها. أنا انطيتها إعادة منح، على اعتبار أنا ما عندي إجازة تخص الدراجة، فإعادة منح، يعني شلون وكأنه إذا طلع إجازة جديدة بس غير فئة. بس أما بقية الأسئلة اللي تخص شلون أنا إذا مثلا عندي إجازة أو ما عندي ورد أسوي، أتوقع نفس الطريقة. هم يعني أهم شيء والضروري إنه فحص الطبي، أهم شيء، هاي كلش ضرورية. والدراجات أنا دراجتي سكلس وان اللي محرك 1500، عفوا الملف 1500، بس بقية التفاصيل ما أعرف. بس هي كوده دراجة وتمشي بشارع وتطلع بيها، يعني يلزمك بهيك أشياء. فالنظام والقانون حلو. يجوز يحكي واحد وين النظام وين القانون، أنا ما له علاقة بغير، أنا علي بنفسي أطلعها ومحترم نفسي وأروح، لا أجيب لي حكاية وأطلع براحتي وأنا كل شيء معرف. ترى الإجازة لا تستهينون بيها، لا سامح الله أنت طالع بشارع، إجا واحد كسر عليك دعمك، اجى مخالف بالرون، اول ما يطلب القاضي عائدية الدراجة ويطلب اجازة سوقك انت، هل انت مؤهل انه تسوقها لو لا؟ يعني بيها وايد تفاصيل تفيدك. شو وقت راح تحس بيها؟ لا سامح الله اذا تعرضت لحادث، راح يكون موقفك القانوني سليم وصحيح، وتقدر تاخذ حقك، اللي الك تاخذه واللي عليك تتحمله. بعد ما تخلص الفحص الطبي تحجز حجز مال مراجعة دوائر المرور، يا موقع قريب عليك اللي بيه ساحات اختبار. أنا القريب علي موقع مرور الحسينية. الدراجة اللي تختبر بيها بوكسر، هاي أم الجير، سوق بيها تفتر بالساحة، تاخذ لك فرة أو فرتين حسب، يشوف أنت. أول فقرة بيها خوذة، لازم تلبس الخوذة، هذا شيء ضروري منتهين من عنده، لازم تلبس الخوذة، تصعد بالدراجة والسوق بيها تاخذ لك بيها فرة وترجع. يسأل واحد يقول ما عندهم اوتوماتيك، انا ما شفت اوتوماتيك يوم، انا شفتها غير عادي، بوكسر غير عادي، تصعد بيها تضرب لك فره فرتين، يشوفك مسيطر عليها لو من الناعد بلهجتنا تروط بيها يمنى ويسرى، اذا مسيطر عليها اوكي يختم لك انه انت مؤهل. كرفان موجود، 3 شبابيك، من اول شباك تبدي والثاني والثالث، تدفع رسوم بيها، يعني مجموع الرسوم اللي دفعتها اني للاضافه
تقريبا 50,000، لان انا عندي اجازه مالت السوق قلت لكم 50,000 مجموع الرسوم اللي دفعتها، ويا ال 45 او 40,000 مال الفحص الطبي مجموعها 95,000. بس منح لاول مره وما عندك اجازه اصلا، والله ما اعرف، ما عندي معلومات التفاصيل، احكي على الشيء اللي صار وياي. تكمل هناك شبابيك يدزوك، اول شيء تدخل تختم ختم الدخول، يتاكدون من عندك حاجز وحجزك صحيح لو لا، ختموا لك عليه، وراها يوجهوك انت تروح عاد للخطه. هاك تسال، يعني يجوز دائره تختلف عن دائره، بس انا اللي رحت لها ختم الدخول، والنوبه رحت للساحه مال الاختبار شبابيك اثنين. النوبه تمتحن على الحاسبه، العلامات المروريه اللي تخص السياره هاي لازم انت تعرفها، حتى لو تقول انا عندي دراجه هاي ايش راح استفاد منها؟ لا راح تستفاد منها، هم نطور معلوماتك لان بيها امتحانين نظري وعملي. النظري تقعد على حاسبه ويطلعوا لك شو اسمه علامات مروريه، او مثلا صار عندك فد حادث، مثلا الاطار انفجر عندك، على يا صفحه تروح، شنو الاجراء اللي تسويه، مكتوبه 3 اجوبه تختار واحد من عندهم، لازم تنجح بالنظري، لازم تنجح بالعملي. وراها بعد ما تكمل اختبار النظري النوبه تتحول للعملي بالدراجه، يختم لك ترد ترجع تكمل بقيه الرسوم وتدفع. في حال فشلت يعني ما نجحت باول اختبار، عادي تقدر تدفع رسوم 25,000 او 15,000 على ما اتذكر للاعاده، ترجع تعيد من جده وجديد، يعني تعطيها فوريه عادي، تعيد من جده وجديد. اذا نجحت راح تصدر لك البطاقه وتتصور من جده وجديد ويضيفوا لك اياها على الاجازه مالتك. ان شاء الله تكون وصلت الفكره، وهاي كل المعلومات اللي عندي. فاتمنى انه لا تسالوني بعد اي شيء يخص الاجازه، يعني انا مو اختصاص مرور، انا حكيت لكم الاجازه شلون ضفتها على الاجازه مالتي، الفئه شلون ضفتها على الاجازه مالتي. تحياتي.